السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ألقى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء في تصريحاته: بلغت النزاعات في العالم مستوى غير مسبوق، وحولت العلاقات الدولية إلى مواجهة وصدمات. ندعو إلى نظام عالمي جديد قائم على المساواة بين الدول. الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أضاف: أدعو إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه على حل الدولتين. كما أضاف: الجزائر تواصل بذل جهودها لإيجاد حلول سلمية وخاصة في ليبيا. نؤكد على موقفنا الرافض للجوء إلى القوى لفض النزاعات في مالي. كما أضاف: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون له عواقب خطيرة على المنطقة. كما أضاف عبد المجيد تبون: ندعو إلى الحوار بين الأطراف لإنهاء الاقتتال في السودان. كما ختم: دول نامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا على المستوى الدولي. يجب إصلاح الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة إصلاحا جذريا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.